عندما تأتي المصائب على دويلة الإمارات لا تأتي فرادى. بعد ما حكينا في فيديو سابق على الفضيحة اللي مست العائلة الحاكمة في أبو ظبي، وكان بطل تاعها السفير الكيان الصهيوني في الإمارات. اليوم جات الشيخة جواهر زوجة تاع حاكم الشارقة، هذه اللي خرجت في تغريدة وخرجت في بيان وفي رسالة وجهتها إلى محمد بن زايد، وقالت له بأنه أبو ظبي والإمارات أصبحت مرتعا للانحلال والتحرش والرذيلة، وسمت النوادي الليلية بالقذرة، وقالت له راك في طريق هدم هذيك الدويلة. التصريحات تاع الشيخة جواهر خلات يكون هناك انقسام في هذيك الدويلة، يعني الأسر الحاكمة في دويلة الإمارات بدات تتفكك وبدات كل واحد يجرح في الآخر. علاه؟ لأنها سياسة بن زايد. الحاجة الثانية اللي قلنا المصائب لا تأتي فرادى هي الكارثة اللي صارت في السودان الجيش تاعها أقصف طائرة إماراتية هزة جنود كولومبيين مرتزقة كولومبيين وفجرتها وماتوا قريب 40 واحد كولومبي. لهنا يتدخل الرئيس الكولومبي وقال بأنه الإمارات زجت بأفراد كولومبيين ومواطنين كولومبيين في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وأنه استدعى هيئة عليا لفتح تحقيق موسع، يعني وقادر بالك يمشي حتى المحكمة الجنائية تحميل مسؤولية الناس اللي زجت بهذو المواطنين الكولومبيين في حرب ما عندهم فيها حتى صالحة. وقال لك يعني نورمالمون كانوا يموتوا من أجل كولومبيا وليس من أجل شيء آخر، وأن الإمارات هي المسؤولة الأولى على هذه الكارثة اللي صارت في كولومبيا ولمواطني كولومبيا. يعني شفنا التخبط هذا والمصائب اللي راهي تجي على دويلة الإمارات لأنها جرعة الشر، وأكيد من زرع الشر راح يحصد غير الشر، وزوال دويلة الإمارات ليس ببعيد. هذا ما كان. تهلاو في رواحكم. السلام عليكم.